لو عايز تحول العمل من عادة إلى سعادة يبقى لازم تسمع الفيديو ده. القائد الناجح والسوي نفسيا دايما بيسأل نفسه سؤال: إزاي أنجح العمل وأنجح نفسي في العمل وأنا قائد الفريق؟ في بعض الناس بتتوقع إن النجاح بيكون من خلال العمل الشاق والدؤوب وبالليل وبالنهار، وفي بعض الناس بتربط النجاح بالنتائج الربحية والمادية. لكن يا صديقي، للأمانة العوامل دي مهمة جدا، ولكن وحدها لا تكفي إنك تبني عمل مستدام، بيئة سوية. وأنا بتكلم كده في سؤال مهم ظهر، وهو العلاقة بين النجاح في العمل والسعادة الدائمة. ممكن يتهيأ لك إن النجاح هو السعادة أو اللي بيسبب السعادة في بيئة العمل، لكن كتير من الدراسات أثبتت إن السعادة في بيئة العمل بتؤدي إلى النجاح من خلال تحسين الإنتاجية وتعزيز الأخطاء وتقليلها بصورة مباشرة، وكمان رفع مستوى الابتكار الوظيفي وتعزيز الابتكار، فتلاقي الإنسان دايما مبدع. بس خلي بالك يا صديقي إن السعادة ليست بديلا عن الاستراتيجية والكفاءة وتعزيز قدرات العمل، لكنها عنصر مهم جدا بيعزز أثر المعاني الجميلة دي. فلازم نخلق بيئة إيجابية في العمل بتاعنا.